جماهير الرجاء الرياضي تؤكد أنها لا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق الهدف، وهو إيقاف الظلم وسياسة الإقجاع المعادية للرجاء. وتمني الجماهير الرجوية نفسها بتدخل الجهات الوصية من أجل إصلاح منظومة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكونات الرجاء الرياضي والمؤسسات الوطنية على رأسها الجامعة، التي كان الإقجاع سببا في خلق التوتر والاحتقان داخليا وحتى على المستوى الخارجي بالكاف، حيث يحارب الرجاء خارجيا كذلك. وخير مثال مباراة الرجاء ضد بركان برسم كأس الكاف وما شابه من فساد تحكيمي وغيرها من الكواليس. ونذكر بما بدأنا به، نحن لا نريد امتياز أو حق الغير، فقط منافسة شريفة. كما نذكر أتباع الإقجاع، إذا كنتم تدعون أن الإقجاع ساعد الرجاء ماديا فندعوكم لتحديد ما إن كان ذلك من ماله الخاص أو من المال العام لنحدد موقفنا من ذلك. ونختم كلامنا بالتأكيد على أن مساعي خلق هو أو اصطدام بين المؤسسات الرسمية ومكونات نادي الرجاء الرياضي لن ينجح فيه من يحارب الرجاء عبر أساليب المافيا.